عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهارده في جملة مهمة جدا سمعتها من قالت لي ايه بقى؟ انا مش عارفة ولادي بيحبوني بجد ولا بيحبوني عشان مصلحتهم. السؤال ده لما بيدور جوه دماغ اي بتزعل وتتعب وتحس انها ضحية وتحس انها غير مقدرة وتبقى بتنازع من جواها الإحساس بولادها. طبعا عمرها ما هتكرههم، ولكن بتنازع الحب الغير مشروط اللي جواها. طيب ده اللي بيحصل ده بيبقى ليه 3 أسباب. واحنا بنربي بنخلي العيال اعتماديين علينا تماما، يعني ماما اللي بتشيل وماما اللي بتحط وماما اللي بتوضب وماما اللي بتطبق وماما اللي بتصحي وماما اللي بتنيم وماما اللي بتعمل جدول وماما اللي بتوضب الشنطة وماما 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 وماما. فالعيال بيبقوا ماما بالنسبة لهم سكرتيرة تنفيذية، فأي حاجة ماما ماما ماما، بعد ما الحاجة تخلص بينسوا ماما. هم مش لأنهم مش بيحبوها، لأنه طبيعة العلاقة أصبحت علاقة خدمية إجرائية بشكل مبالغ فيه. طيب دي أول حاجة. تاني سبب ممكن يبقى كده إيه؟ إنه أنا كأم ما بحترمش أو مش شايفة إن قعدتي مع ولادي اللي ما فيهاش حاجة، اللي ولا حاجة، اللي هي ممكن تبقى عبارة عن بنتفرج على ايه، بنتكلم في اي كلام، بنلعب مهما كانوا كبار. انا شايفة ان الحكاية دي تضييع وقت. خلاص خلصنا اللي ورانا، كل واحد بقى يروح ينام، اللي يروح مش عارفة يراجع، اللي يروح يشوف اصحابه. فانا لما باجي بقى الوقت ده ما تعودوش العيال ان ماما عبارة عن صحبة او ألفة او قعدة حلوة او كلام في الولا حاجه او رغي. مفيش ماما كده، ماما دي مش موجوده النوع ده خالص، مش ماما كده. ماما غالبا بيبقى لغه الحب عندها الخدمه، وبتبقى ور زي ما قلت لكم، بتعبر عن الحب كله بالاعتماديه اللي هي عودتهم عليها. فعدم وجود هذا النوع من الوقت طبعا بيعمل احساس بانه الحب عند ماما يساوي ماما بتعمل لنا ايه. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه اللي بتوصل الحكايه لموضوع المصلحه ده ايه؟ علاقة العيال بالأب. لما العلاقة مع الأب بتبقى مقفولة أو بتبقى محدودة أو بتبقى مش موجودة أساسا، فالعيال متعودين إن ماما هي الوصلة ما بين بابا وبينهم. فطبعا بتبقى فيها إحساس الأم بيوصل لها إنها مصلحة. ماما قولي لبابا كده، ماما عايزين من ماما كده، ماما اقنعي بابا مش عارفة بإيه. فبتبقى ماما كمان عكاز في ان انا اخد الفلوس اللي انا عايزاها او اخد المشوار اللي انا عايزاه او غالبا طبعا بتبقى فلوس. فتبقى الحكايه عامله ازاي؟ بتبقى طبعا ماما هي الجهه الرسميه لان احنا نعمل كل الحاجات اللي عندنا. طيب مع بابا، طيب نحلها ازاي دي بقى؟ اقعد مع نفسي كده واشوف لغه الحب عند عيالي. هو غالبا لغه الحب عندي الخدمه غالبا. لو مش الخدمة وأنا كاتماها جوايا تبقى كارثة. فبالمرة أشوف لغة الحب بتاعتي ولغة الحب بتاعتهم، واحنا عندنا فيديو قبل كده عن لغات الحب الستة. أشوف أنا مين فيهم وهم مين فيهم، ونبدأ نمارس الحب رايح جاي. يعني أنا أخد اللغة بتاعتي وهم ياخدوا اللغة بتاعتهم. ده كده هيخلي العملية تبقى فيها نوع من أنواع التراضي والحب مفعل، مش كل القصة عبارة عن كده وكده وكده. دي نمرة 1. نمرة 2، أدي وقتي لنفسي. لما هم بيشوفوا ماما بره الإيرة بتاعت الخدمة، بيحسوا إن ماما بني آدم عنده اهتمامات، بيشرب قهوته فين، بيحب يصلي برواقة، بيكلم صحابه، بيتفرج على حاجة متابعها، بيعمل لنفسه أكلة بيحبها علشان نفسه فيها. ده بيخليني أتشاور وأشوف ماما كبني آدم، مش ماما كإجراء أو ماما كصلة أو تواصل. فده في حد ذاته هيحسن العلاقة لوحده. هو حسن علاقتك بنفسك وحسن وقتك وإدارتك لوقتك، لكن كمان هيجيب جول في علاقتك بالولاد. الحاجة الثالثة اللي هو انت تبدأي تتكلمي معاهم عن احتياجاتك. عايزة حضن، عايزة بوسة، عايزة اخرج معاكم،
عايزه تنقولي جزمه على التايور ده او على البدله دي. انا لابسه مثلا رايحه مناسبه، ولا رايحه حتى لا قدر الله لو رايحه اي مناسبه، لو رايحه عاده حتى، طب هلبس البلوزه دي ولا دي؟ طب هلبس الاشارب ده ولا ده؟ ابدا افعل احساسهم بيا ك نقول ايه، صله او علاقه او مسؤوليه، يعني يشيلوا مسؤوليتي شويه زي ما انا اتعودتهم على الاعتماديه، يشوفوني معتمده عليهم شويه، ابدا ادخلهم في الحته دي شويه. فده هيتبص تلاقي بقى فيه تكافؤ، ما بقاش العلاقه احساس باللي انت بتقولي عليه انه مصلحه، او ان هو بديل حب، وانهم خلاص ما بيحبونيش، هم شايفين مصلحتهم وبس. الثلاث اسباب بالثلاث حلول، يا رب نكون استفدنا منهم، يا رب، ويومكم حلو.